السلام عليكم ورحمة الله. إليكم هذا الفيديو اللي سميته اللحظات الأخيرة قبل المقابلة الشفوية في التعليم الأولي. أي واحد غادي يدوز لونتروتيان أو عنده أقرب وقت لونتروتيان ديال التعليم الأولي، هاد النصائح مهمة ومهمة جدا أنك تاخذها. بطبيعة الحال غنبشركم، ولكن قبل ذلك غادي نقول لك أنت على قناة ماستر سعيد الياسميني، قناة مختصة ممكن تتابعوها بشكل جيد. أول حاجة نبشرك بها هو أنه في الغالب لا اف ام بي اس أو المؤسسة المغربية للنهوض التعليم الأولي كدير المقابلات الشفويه كديرها في شكل لجنه، والاهميه ديال هذه زوينه ليك. يعني ضروري ما انه واحد مجموعه من هذوك الناس اللي جالسين قدامك غياخذوا فكره ايجابيه لانك مستعد لهم، بالتالي غتخليهم مختلفين فيك ومختلفين عليك كذلك. اذا نقطة إيجابية ديال المقابلة اللي كتكون أمام اللجنة هو أنك ضروري غتكون خدمتي شي حاجة ووجدتي شي حاجة غادي تكون تبان الواحد فيهم تما، وبالتالي غتخليهم بشكل مختلف وغادي يشوفوك بشكل مغاير تماما، وغتكون نقطة إيجابية لك. إذا توكل على الله في هذه. ثاني شيء هو أنك استعدتي، فما تخافش. إلا كنت مستعد جيد أو وجدتي، فهذا جزء مهم من الثقة بنفسك اللي غادي تدخل بها وتقول بأنني أنا واحد من الناس اللي خاصهم يكونوا ناجحين في هذا الانتروتيان. الاستعداد الجيد يؤدي إلى الثقة الجيدة والعالية بالنفس. أنت استعديتي ووجدتي، تواصلتي وسولتي، دخلتي الموقع ديال لايف ام بي اس، طالعتي عليه، شفتي شنو عندهم، تسولتي الناس اللي دوزوا التجارب. هذا استعداد مميز، هذا استعداد جيد غيخليك تكون قوي يوم المقابلة. إذا إيجابية أخرى وهي أنك مستعد بشكل جيد. الموضوع يدفعنا إلى شنو؟ إلى أنك أنت غادي تكون إن شاء الله من المتميزين. يخليك متميز بطبيعة الحال، ويخلي اللجنة أكثر تقبل إجابات ديالك وتاخذها لأنك تكون مطمئن وأنت ترد وأنت تجيب عن الأسئلة. إذا استعديتي، ما عندك حتى شي مشكل. استعدادك دليل على التفوق ديالك ودليل على الاهتمام ديالك. المعلومات اللي غتقدمها اللي وجدتي وغتقدمها للجنة كتبين الارتباط والاهتمام ديالك بالمجال ديال التعليم الأولي. أكيد غادي تفوق. ثاني شيء وهذا أهم، الابتسامة. كن مبتسم أمام اللجنة. غتقول لي علاش نبتسم؟ غادي نقول لك مفتاح القلوب، والكود اللي ما تيخسرش هو الابتسامة. إذا ابتسم أمام اللجنة، غادي تستافد واحد الاستفادة رائعة. أولا سترتاح، ثانيا في ديك اللجنة أكيد وبكل تأكيد غادي يردوا عليك بابتسامة. بطبيعة الحال الابتسامة مع التحية، غير ردوا عليك بالابتسامة وبالتحية. وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها أو ردوها. أو الآية تقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هكذا تقول الآية. إذا أكيد غير ردوا عليك بالتحية الرائعة وغير ردوا عليك بالابتسامة، وبالتالي كن مطمئن لأن لو كود داز، لو كورون داز، لو كود مقبول عندهم اللي هو الابتسامة ديالك كانت عند اللجنة مقبولة، وبالتالي أتعول على هذا المجال هذا. أنا فيما توحل ابتسم لهذوك اللجنة وتكون الخير إن شاء الله تعالى. حاجة أخرى هي الأسئلة. خصك تكون مطمئن للأسئلة اللي غتطرح. عرفتي علاش؟ لأن جزء كبير من الأسئلة المطروحة أنت تملك الإجابة عنها، وجدتي لها وكتعرفها وفي شخصيتك. إذا ما نخافوش، نكون مستعد بقوة ونقول بأنني اليوم هنا أمام انتروتيان. شو يسولون؟ تخيل معايا غيسولوك يقول لك قدم لينا راسك. واش ما عارفش راسك؟ ما تنظنش عارف راسك، غير فقط لانك انت ما تيقش في راسك، ولكن عطيتك الاسباب اللي تخليك واثق من نفسك. الاجابات ديالك غتكون سهله والاسئله غتكون اسهل والاجابه غتكون يسيره. قدم لنفسك، ركز على نقاط القوه ديالك. الا عندك شي خبره ذكرها في التقديم باش تخليهم داخل الساحه التي تتقن، داخل المجال الذي تعرف له، داخل المجال الذي يميزك وتتميز فيه. أسئلة بسيطة سهلة جدا، ويكذب عليك الكذاب يقول لك غنعطيك الإجابات. لا أحد، أنت هو اللي كتملك الإجابة. وآخر حاجة وأهم حاجة، إذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. توكلوا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حاجة اللي درتيها بيد الله تبارك وتعالى تمتلك ناصيتها. أنت استعديتي ودرتي الأسباب الحقيقية ودرتي الواجب اللي عليك، باقي خاص توكل على الله. النجاح إن شاء الله بكل تأكيد
وغتوصل لنتائج. تحياتي.